أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. واني شنكحة حاوي واني شنكحة حاوي حاوي. في بداية الستينات من القرن الماضي ظهر في الإسكندرية ثنائي كوميدي لهم طبيعة خاصة، فهم لا يقدمون فنهم في مكان محدد زي المسارح أو الشوادر مثلا، لكنك تقابلهم صدفة في الميادين والشوارع ووسائل المواصلات، لابسين ملابس بلدية عبارة عن جلابية مخططة، واحد يعرف بالشنكحاوي والآخر يعرف بالزعبلاوي، وده طبعا مش اسمهم الحقيقي بل اسمهم الفني، حيث يقال أن اسمهم الحقيقي منعم وفهمي. قيل عنهم إنهم شقيقان، وقيل أصدقاء، وقيل إنهما من أبناء حي بحري، وقيل إنهما من حي كرموز. المهم الثنائي ده كانوا يتمتعوا بخفة دم على درجة كبيرة جدا. قال عنهم أحد الكتاب إنهما من عباءة الفنان عمر الجزاوي، فهم يشبهوه في الملبس والحركات والأداء وأسلوب الكلام اللي يشبه أسلوب وكلام أهل الريف. تصادفهم زي ما قلت في الميادين والشوارع ووسائل المواصلات. كان لهم أسلوب فني جديد واتجاه غريب قوي ما زال حتى الآن يسمى باسمهما رغم مرور السنوات الطويلة. وعلشان يجمعوا الناس حواليهم لعرض فنهم يبدأوا بأن ينادوا بأسلوب كوميدي، فيقولوا اسمع معانا انت وهي، اسمع الزعبلاوي والشنكحاوي. يقول أحدهما أنا الزعبلاوي لاوي لاوي، ويرد الآخر وأنا الشنكحاوي حاوي حاوي. تعال اسمع ياللي انت غاوي، الزعبلاوي والشنكحاوي. النية صافية وقلوب تساوي، ثم يدور بينهما حوار ينتهي بأن تدب وتقوم بينهما خناقة كلامية مفتعلة. ينتقدوا بأسلوب كوميدي ساخر ومبالغ فيه للأوضاع الاجتماعية والسياسية السلبية وكل مواجع الشعب زي الفقر والبطالة. ويمتد نقدهم للنظام وبعض الشخصيات بشكل رمزي، وطبعا الشعب المصري سيد من يفسر ويتعرف على الرمزيات. ومن بين ضحكات المواطنين الذين يتحمسوا ويسخنوا ويمصمصون في شفاهم في أسى ويلعنون معهما تلك الأوضاع. وبعد أن ينتهوا من نقدهم تجد الشنكحاوي والزعبلاوي يتجهوا لمكان آخر أو وسيلة مواصلات أخرى وسط الزحام ويعيدان القارة من جديد. ومما زاد الأمر غرابة إنهم لا يطالبان أجر مقابل تقديم فنهم زي الحواة والقراداتية والأراجوز وغيرهم من الفرق التي تعرض فنونها في الشارع. وده اللي خلى بعض الكتاب يؤكدون إنهم يعملان مع جهة من الجهات، لكن لا أحد يعلم حتى الآن الجهة التي كانوا يعملان معها. وقال البعض إنهما مأجورين. حضراتكم طبعا شفتم الأخ المتأجر، مش عارف يعني تقريبا بيفكرني بالشنكحاوي الزعبلاوي اللي كانوا بيجي عندنا البلد والبلاد بتاعتنا. حقق الشنكحاوي والزعبلاوي شهرة كبيرة من خلال تقديم فنهم في الشوارع والميادين والساحات الشعبية بالإسكندرية ومشاركتهم في المناسبات. فسارع متعهدي الأفراح والحفلات في الإسكندرية إلى ضمهم والاستعانة بهم كفقرة كوميدية فكاهية أساسية في الأفراح،
وأصبح المعازيم في الأفراح تنتظر تقديم نمرتهم في الفرح، ويتعالى التصفيق عندما تفتح الستار ويظهر النبطشي ويقول: والآن سيداتي سادتي، مع الاستعراضات والفكاهة والنكتة مع البهجة الجميلة مع الشنكحاوي والزعبلاوي. وكان عليهم أن يغيروا من اتجاههم من النقد والسخرية للأوضاع الاجتماعية والسياسية السلبية لأعمال تتناسب مع فقرة مبهجة في الأفراح والمناسبات السعيدة. فطوروا من نفسهم، فاستعانوا بإحدى الكتاب يكتب لهم أعمالهم، وكان هو برضو الملحن أيضا. كما استخدموا الآلات الموسيقية وبعض الكورس. كما يقوموا بأداء تمثيلي كوميدي يتناسب مع الديالوج اللي بيقولوه، فيزداد انبساط الناس ويتعالى ضحكهم وتصفيقهم، فيقولوا ديالوج ويغنوا أغانيهم مع بعض الحركات التي تضحك الناس، فكان الناس يصفقون لهم. زي ايه؟ زي حاجة كانوا بيقولوها: طلبونا شهاد في قضية السعداوي، رحنا أوام ومن كلامنا ادوه إعدام. أو يقولوا: تاهت والتقيناها بعد ما دخنا وراها، هي والله بعينها جحشة خالك طه. أو يقولوا: محسوبكم أسطى وأستاذ، أصلح بوابير الجاز اديله نفس. وينهوا فقرتهم الكوميدية بفن له شعبية كبيرة وهو القافية، فيقول: ولا يا زعبلاوي، ايه يلا يا شنكحاوي، هنفضل كده نغني؟ امال هنعمل ايه؟ تعال ندخل قافية. عن ايه؟ عن السواقين والعربيات. يلا خش. الفقر في بيتكم اشمعنى مجرش؟ طب اسمع دي: مركبين لعينيك اشمعنى جوز مساحات؟ طب خد دي: وانت مروح اشمعنى يزقوك؟ بيبصولك ويقولوا اشمعنى في تيس؟ انت بين الرجالة اشمعنى استبن؟ وازدادت شهرتهم فتجاوزوا وتعدوا حدود الاسكندرية الى المحافظات الاخرى والقرى للمشاركة بفنهم في المناسبات والموالد. وقد تحدث عنهم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي عن مشاركتهم ضمن الشخصيات التي كانت تحضر في مولد سيدي عبد الرحيم القنائي لإحياء حفلات الفن في المولد. مدينة قنا وتنتقل إليك كل فنون مصر الشعبية. شنكحاوي والزعبلاوي دول اتنين كوميديان كانوا يلبسوا كده وبتاع، قول له الشنكحاوي، تنقول له الزعبلاوي. بس شوف احنا حاجة اكيد اللي اختار الاسمين للاتنين دول فنان. كما استثمرت إحدى الشركات الكبرى لإنتاج شرايط الكاسيت نجاحهم وأنتجت لهم شرايط الكاسيت. ورغم أن الزعبلاوي والشنكحاوي تخلوا عن بداياتهم اللي بدأوها بالنقد والسخرية للأوضاع الاجتماعية والسياسية، سواء هم اللي تخلوا عنها أم تخلت عنهم الجهات التي يعتقد بأنهم يتبعوها، إلا أن اسمهما أصبح وما زال يتردد، فيطلق على كل ناقد يرى إنه مأجور وليس لديه الفهم والوعي الكافي للقضايا التي يتناولها بالنقد، ولا يملك وسائل وأدوات النقد الموضوعي البناء للأوضاع الاجتماعية والسياسية، إلا استخدام الأسلوب الهزلي والتهكم والسخرية المبالغ فيها بشدة.
لإضحاك الآخرين والتأثير عليهم، فيقال إن الناقد فلان عامل زي الزعبلاوي والشنكحاوي.